وبنرجع لبراد تاني بعد ما بيكون خلص على كل الحراس اللي موجودين على السفينة، وبيقدر كمان انه يدمر الخزنة وبياخد الألماسة اللي موجودة فيها وبيمشي. ووقتها اللبان اللي كان براد بيستخدمه بيفضل حجمه يكبر اكتر لدرجة انه بياخد السفينة وبيطير. ولما جرو ولوسي بيشوفوا ان السفينة بدأت تطير بيحولوا الغواصات بتاعتهم لدراجات، وده علشان يجروا بيها بسرعة اكبر على المية. وقبل ما براد يهرب بالماسة بتقدر لوسي انها تساعد جرو علشان يقدر يطلع فوق السفينة، ووقتها جرو بيبدأ يهاجم براد وبيقدر انه يوقع المسدس بتاعه، لكن وقتها براد بيستغل انشغال جرو وبيوقع السلاح بتاعه هو كمان. ووقتها بتبدأ ما بينهم معركة قوية، وبيقدر جرو انه يضرب براد ضربة قوية جدا وبيوقعه على الارض وبياخد منه الألماسة. وبيروح جرو يكلم رئيس المنظمة عشان يبعت عملاء تانيين يقبضوا عليه، بس فجأة براد بيفوق وبيهاجم جرو بالسلاح الجيتار بتاعه واللي بيعمل بيه موجات كهرومغناطيسية بتطير جرو لبعيد. وقبل ما جرو يقع من على السفينة بيقدر انه يلحق نفسه، ولما براد بيجي ياخد من جرو الألماسة بيوصلوا عملاء المنظمة عشان يقبضوا عليه، فبيضطر براد انه يسيب الألماسة ويهرب بسرعة. وبالرغم من انه جرو قدر يرجع الألماسة لكن بيبقى حزين جدا لان براد هرب منه. وبعدها بنشوف جرو ولوسي بعد ما بيوصلوا لمقر المنظمة الجديد واللي بيكون عبارة عن منطاد ضخم جدا، وهناك بنشوف رئيس المنظمة وهو عامل اجتماع لكل العملاء والموظفين.